ورحمة الله وبركاته مستمعينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لو أول مرة بتتابعونا على القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. إليكم نشرة أخبار مصر حوادث اليوم. وصول المتهمة بقتل والدتها إلى الإسكندرية في مأمورية خاصة لاستكمال التحقيقات. ضبط مالك عقار طلخة المنهار والمقاول بعد مصرع عامل وإصابة 2 واستمرار رفع الأنقاض. نشر صورة العجوز ضحية جارتها لسرق قردها الذهبي بالفيوم. السجن 15 عام لمتهم بقتل مزارع بمركز الدنجلات البحيرة. ضبط سائق أجرة لسيارة عكس الاتجاه والتعدي على ركاب. مصرع شاب بانقلاب تروسيكل داخل أحد ترع طريق النزلة بالدقهلية. نشر صورة المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثتها لأشلاء داخل شقة بالإسكندرية. نفقات بأوراق مزورة واتهامات متبادلة. نزاع أمام محكمة الأسرة بعد 16 سنة زواج. إصابة 10 أشخاص في حادث سير بوادي النطرون في البحيرة. النيابة تقرر فحص الأحشاء ورفع الDN لجثمان سيدة قتلتها ابنتها بالإسكندرية. ضبط صانعة محتوى ترقص بملابس خادشة للحياة لزيادة المشاهدات. مواطن يشعل النار في منزل جاره بقنا بسبب خلافات لهو الأطفال. إليكم التفاصيل. وصول المتهمة بقتل والدتها إلى الإسكندرية في مأمورية خاصة لاستكمال التحقيقات. وصلت المتهمة سين منذ قليل إلى مديرية أمن الإسكندرية، لذلك في مأمورية خاصة قادمة من منطقة الشيخ زايد بالجيزة بعد إلقاء القبض عليها في اتهامها بقتل والدتها داخل شقة بمنطقة سيدي بشر محافظة الإسكندرية، وذلك لاستكمال التحقيقات من قبل جهات التحقيق. ترحيل المتهمة بقتل والدتها إلى الإسكندرية. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثتها داخل الشقة السكانية في منطقة سيدي بشر قبل شرقي الإسكندرية. وضبطت قوات الشرطة المتهمة سين محامية أثناء تواجدها في شقة منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة كانت تختبئ بها بعد فرارها من الإسكندرية عقب الجريمة، فيما سيتم نقل المتهمة إلى الإسكندرية من خلال مأمورية آمنة لعرضها على النيابة العامة للتحقيق في الجريمة. كان قسم شرطة المنتزه أول تلقى اختارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الرابع بعقار بشارع 10 من رمضان بمنطقة سيدي بشر جبلي. والبداية عندما سيدي بشر جبلي. ضبط مالك عقار طلخة المنهار والمقاول بعد مصرع عامل وإصابة 2 استمرار رفع الأنقاض. ألقت الأجهزة الأمنية محافظة الدقهلية القبض على مالك العقار الذي شهد انهيار 3 طوابق علوية بمنطقة ناصر بمدينة طلخة، ذلك عقب قيامه بتنفيذ أعمال بناء مخالفة دون الحصول على الترخيص اللازم أو الالتزام باشتراطات البناء، ما أسفر عن مصرع عامل إصابة 2 آخرين، فيما كان المقاول المنفذ قد سلم نفسه للأجهزة الأمنية فور وقوع الحادث. قوات الحماية الميدانية تواصل عملها برفع الأنقاض. وتواصل قوات الحماية الميدانية بالتنسيق مع إحدى شركات المقاولات أعمال رفع الأنقاض للبحث عن أحد العمال الذي كان لا يزال أسفل الركام أثناء استخدام ونش لرفع مواد البناء. السجن 15 عام لمتهم بقتل مزارع بمركز الدلنجات بالبحيرة.
عقدت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله عضوية المستشارين محمد خضر وأحمد محمد خليل ومصطفى محمد رفاعي السجن المشدد 15 عام للمتهم الأول بقتل مزارع مركز الجنايات، والسجن 3 سنوات لشقيقه مع براءة باقي المتهمين في القضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. ورحمة الله وبركاته مستمعينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لو أول مرة بتتابعونا على القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. إليكم نشرة أخبار مصر حوادث اليوم. وصول المتهمة بقتل والدتها إلى الإسكندرية في مأمورية خاصة لاستكمال التحقيقات. ضبط مالك عقار طلخة المنهار والمقاول بعد مصرع عامل وإصابة 2 واستمرار رفع الأنقاض. نشر صورة العجوز ضحية جارتها لسرقة قردها الذهبي بالفيوم. السجن 15 عام لمتهم بقتل مزارع بمركز الدنجلات البحيرة. ضبط سائق أجرة لسيارة عكس الاتجاه والتعدي على ركاب. مصرع شاب بانقلاب تروسيكل داخل أحد ترع طريق النزلة بالدقهلية. نشر صورة المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثتها لأشلاء داخل شقة بالإسكندرية. نفقات بأوراق مزورة واتهامات متبادلة. نزاع أمام محكمة الأسرة بعد 16 سنة زواج. إصابة 10 أشخاص في حادث سير بوادي النطرون في البحيرة. النيابة تقرر فحص الأحشاء ورفع الDN لجثمان سيدة قتلتها ابنتها بالإسكندرية. ضبط صانعة محتوى ترقص بملابس خادشة للحياة لزيادة المشاهدات. مواطن يشعل النار في منزل جاره بقنا بسبب خلافات لهو الأطفال. إليكم التفاصيل. وصول المتهمة بقتل والدتها إلى الإسكندرية في مأمورية خاصة لاستكمال التحقيقات. وصلت المتهمة سين منذ قليل إلى مديرية أمن الإسكندرية، لذلك في مأمورية خاصة قادمة من منطقة الشيخ زايد بالجيزة بعد إلقاء القبض عليها في اتهامها بقتل والدتها داخل شقة بمنطقة سيدي بشر محافظة الإسكندرية، وذلك لاستكمال التحقيقات من قبل جهات التحقيق. ترحيل المتهمة بقتل والدتها إلى الإسكندرية. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثتها داخل الشقة السكانية في منطقة سيدي بشر قبل شرقي الإسكندرية. وضبطت قوات الشرطة المتهمة سين محامية أثناء تواجدها في شقة منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة كانت تختبئ بها بعد فرارها من الإسكندرية عقب الجريمة، فيما سيتم نقل المتهمة إلى الإسكندرية من خلال مأمورية آمنة لعرضها على النيابة العامة للتحقيق في الجريمة. كان قسم شرطة المنتزه أول تلقى اختارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الرابع بعقار بشارع 10 من رمضان بمنطقة سيدي بشر جبلي. والبداية عندما سيدي بشر جبلي. ضبط مالك عقار طلخة المنهار والمقاول بعد مصرع عامل وإصابة 2 استمرار رفع الأنقاض. ألقت الأجهزة الأمنية محافظة الدقهلية القبض على مالك العقار الذي شهد انهيار 3 طوابق علوية بمنطقة ناصر بمدينة طلخة، ذلك عقب قيامه بتنفيذ أعمال بناء مخالفة دون الحصول على الترخيص اللازم أو الالتزام باشتراطات البناء، ما أسفر عن مصرع عامل إصابة 2 آخرين، فيما كان المقاول المنفذ قد سلم نفسه للأجهزة الأمنية فور وقوع الحادث.
قوات الحماية الميدانية تواصل عملها برفع الأنقاض، وتواصل قوات الحماية الميدانية بالتنسيق مع إحدى شركات المقاولات أعمال رفع الأنقاض للبحث عن أحد العمال الذي كان لا يزال أسفل الركام أثناء استخدام ونش لرفع مواد البناء. السجن 15 عام لمتهم بقتل مزارع بمركز الدرنجات بالبحيرة. قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله عضوية المستشارين محمد خضر وأحمد محمد خليل ومصطفى محمد رفاعي السجن المشدد 15 عام للمتهم الأول بقتل مزارع مركز الجنايات، والسجن 3 سنوات لشقيقه مع براءة باقي المتهمين في القضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعينا الكرام.